يو السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في اون نوفيل فيديو. عاوتاني فيديو خفيفه جديده ظريفه. برودوي اللي عندنا اليوم فيه 0 غرام ديال السكر. يا سيدي 0 غرام ديال السكر وحسن بزاف من سوبر ماس جينر اللي كنت بوستيت عليه فيديو ديجا في يوتيوب. كما كتعرفوا الاخوان ما كنلوحش دي فيديو بزاف، ولكن راه اكتيف بزاف في انستغرام. علاش؟ على قبل لا غوشارج الاخوان ديال الخدمه و لي كونساي اليمونتير اللي كنكتب للكليان ديالي من بعد ما كيتقدم عندي اي منتوج. فذلك الاخوان ما كيشاتش ديال الوقت. تخيل معايا حط راسك بلاصتي، نص ساعه كندير مع كل كليان ثلث ساعه في كل كونساي وفي كل كونسلطاسيون والشرح، حيت الاخوان باش غنعطيك برودوي وما غاديش نشرح لك ما غاديش تبان لك النتيجه. الوغ الاخوان واخا يكون برودوي مزيان لا ما كانش الشرح لي كونساي وما كنتش غاديش نعطيك وقت وما تفهم كيفاش تخدم داك البرودوي، فراه ما غاديش تبان لك نتيجه الاخوان. بالنسبه للانستغرام الاخوان غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون، هو اللي كنكون فيه اكتيف وكنجاوب على جميع لي ميساجات. هذا البرودوي مخرجينه بزاف الناس اللي كيعانيو من مشكل النحافه. الوغ قرب معايا واحد شويه. كما كتشوفوا الناس اللي فريمون اكتومورف وكيحرقوا بزاف الاخوان وعندهم مشكل ديال الشهيه، ناس اللي ما كيقدروش يكونسوميو واحد دوز كبيره في شي برودوي. كتلقى بعض المرات برودويات فيهم بالا مي فيهم سكوبا، بنادم كيجي واحد كيقول لي ضرب سكوبا صافي كتسد ليه الشاي ما كيبقاش قادر ياكل، وهذا مشكل كبير. خاصكم تركزوا مزيان وتعرفوا اين منتوج تشريوه، ماشي تبقى غير تسمع السميات ولا اللي قال لك شي واحد شي حاجه تمشي تلاح عليها وفي الاخر من جيت تاخذها ما تبانش لك ريزولطا. علاش؟ حيت ما عرفتيش المنتوج اللي غتاخذ. الوغ الاخوان اش كنستافدوا من هذه اللقطه؟ ان المنتوج كل واحد واشنو خدام ليه على حساب لي كونديسيون فيزيك ديالو هو. نعطيكم واحد دانوطه الاخوان بالنسبه للناس اللي عندهم الشهيه ضعيفه. كما كتعرفوا مشكل ديال الشهيه مناش كيجي؟ الشهيه هو واحد الميساج كيوصل للدماغ كيجي كيقول لك راه خاصك تاكل. علاش؟ كيتغذى الجسم ديال الانسان على جوج ديال الحوايج: الاكسجين اللي كنتنفسو كنريسبيراو و الجليكوجين يعني السكريات. كلما دخلتي للجسم ديالك سكريات زعما ماشي الكافيين، هكا كيبقى يجيك ديك الميساج في دماغك طن راه عندنا نقص في الطاقه، عندنا نقص في الطاقه. ارونا السكريات اللي كنعني بهم الكربوهيدرات البسيطه والكربوهيدرات المعقده. الوغ المعقده هما اللي كيكونوا في الروز، الطاطا، الباط، العيبات، والبسيطه هما اللي كيكونوا في التمر والسكريات سريعه الامتصاص السنيده وداكشي ديال التخربيق. الوغ داك المشكل اللي كيخاف منه بنادم ديال برودوي فيه السكر، راه السكريات الاخوان فيهم وفيهم. ماشي كتلقى الواحد كيسول على برودوي شحال فيه غرام ديال السكر، ولكن السكر الاخوان راه فيه وفيه. كما كتعرفوا داك السكر اللي خايب والسكر المضاف اللي ما لايق والو، فراه في هذا الكينر كما كتجيو كتشوفوا معايا ادد شوغر كتلقاو 1 غرام، ولكن 1 غرام الاخوان هذه غرام واحد كاينه غير في المذاق في لاغوم ديال الفاني. الوغ الا جينا شفنا البروداكت الاخرين هذا ما بدي نضحك، انا غنعوج امك تلقوهم كتهضر معاك انت دير امك انا ضحكت انا ضحك ما ضحك ضحكاتو. كما كنجيو كنشوفوا ادد شوغر 0 غرام. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو الفاني فراه خاصكم تصبروا الاخوان على ديك 1 غرام ديال السكر. الناس اللي غيبغيو المذاقات الاخرين فراه كاملين فيهم 0 غرام ديال السكر. هذيك النقطه اللي قلت لكم الاخوان ديال ان البرودوي 0 سكر فراه نقطه رائعه بزاف، سيرتو الناس اللي بغاو ماس نقيه بلا دهون. كما كتعرفوا اذا دخلتي سكريات بزاف وكالوريز بزاف سكريات مضافه فراه كيف الجسم ديالك غيبدا يخزن الدهون. علاش؟ حيت عنده فائض في الطاقه في الجسم. هكا كيفاش كيتخزنوا الدهون. وتردوا البال الاخوان الماكله ديالكم. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كيفاش يقادوا الماكله ديالهم فراه يخليو لي غير ميساج في انستغرام راه كنجاوب باش تعرف كيفاش تقاد الماكله ديالك، حيت هادو اصلا كيبقاو غير مكملات غذائيه. الا ما عرفتيش لا باز فراه عمرك توصل الهدف ديالك. واحد النقطه اللي خاصكم تردوا ليها البال بزاف هي ان بنادم كيقول لك شحال فيه من غرام ديال البروتين، شحال فيه من غرام ديال هذه، هو ما عارفش اصلا شحال من غرام خاصو ياخذ في النهار. كما كتعرفوا بالنسبه لهذا المكمل فراه كتاخذ فيه حصه ديال 250 غرام اللي هي رابعه. الوغ نجيو نديرو مقارنه مع السوبر ماس جينر. كما غادي تلقاو طابلو ديال الفيش تكنيك هنايا فراه غادي تلقاو انك خاصك تكونسومي فيه 337 غرام. هنا فين خاصكم تردوا البال الاخوان باش تعرف البرودوي اللي خدام لك، ماشي تصيد. حيت كاين برودوي 5 كيلو 400 بحال في سيرفينغ سايز ديال سوبر ماس جينر كيضرب 16 يوم، وهذا اللي جيتي قربتي معايا هنا وشفتي في السيرفينغ سايز
غتلقى فيه 250 غرام اللي في 4 سكوبات فريمون كيكونوا صغار، وكيضرب 22 يوم. ولكن الاخوان ما تخافوش، ما غيضربش لكم 22 يوم، غادي نحاولوا ندخلوا ونزيدوا شويه في الماكله باش كومسا على الاقل يدوز لنا واحد الشهير وتكون النتيجه احسن وافضل. وابار هاد القضيه الاخوان، الا نقصتي من لا دوز ديال البروتين وزدتي في الماكله، فراه من غيسالي لك البروتين غتقدر ديك الساعه تجي الوجبات ديالك خفاف، غادي يجوك ما غيجيكش داكشي صعيب بزاف. نعطيكم نقطه، اول حاجه كما كتشوفوا 4 لي سكوب ديال 250 غرام كيعطيونا 950 كالوري. غينقصوا شي اذكياء عاوتاني وغيقول لي راه فيها 950، راه 950 كالوري في 250 غرام. الوغ نجيو ونشوفوا واحد النقطه اخرى لواحد المكمل اللي تا هو معروف اللي هو سيريوز ماسل الاخوان. كما غادي تلاحظوا معنا في الطابلو ديال الفيش تكنيك اللي غنخلي لكم هنايا، في الدوز ديال 336 غرام، ماشي هي 250 غرام ديال هذا المنتوج، 336 غرام الاخوان فيها 1250 كالوري. الا درنا قاعده ثلاثيه وحولنا 336 غرام ل 250 غرام، فراه لي كالوري ديال 950 غادي يجيونا اكثر من هادو ديال السيريوز ماسل الاخوان. هكا كيفاش كنقول لكم، خاصكم تعرفوا البرودوي اللي تاخذوا واللي فريمون خدام لكم الاخوان. نجيو للنقطه الثانيه، كما كنشوفوا الاخوان بالنسبه للفات والدهون فراه 0 غرام الاخوان، يعني تقدر تاخذوا مور التمرين بواحد 20 دقيقه بما هبط هرمون النمو، ديك الساعه تقدر تحفز الانسولين بدون مشاكل. وكنحاول ننصحكم الاخوان واحد النصيحه اخرى، ما تدخلوش الدهون الصحيه مباشره مور لونطريمون. كيبان لي بنادم كيدخل كاوكاو واللوز كركاع، داكشي كيكون ثقيل في الهضم. علاش كنقول لكم هذه النقطه خاصكم تركزوا عليها؟ انت مور التمرين كيخصك شي حاجه سهله في الهضم. علاش؟ حيت الجسم خاوي من الطاقه، والجسم ديالك غيهضم هو اصلا بطاقه، يعني غياخذ طاقه من الجسم ديالو باش يبقى يهضم لك ديك الدهون الصحيه اللي كيستغرقوا مده طويله باش يلاه دير امتصاص لديك الطاقه تعاود ترجع. كنقول لكم الاخوان دخلوا شي حاجه سريعه ديال الامتصاص مور التمرين، اولا تقدر تدخل جينر اللي فيه 0 غرام ديال الدهون ثقال في الهضم، وهذا فيه 0 غرام، يعني كتسالي لونطريمون كتضربوا العضله كتمشي لها ديريكت، ما كاينش الهضره ما كاينش المزاح. نجيو لنقطه اخرى بالنسبه للكربوهيدرات، راه فيه 177 غرام ديال الكربوهيدرات اضافه الى بروتين اللي في 50 غرام في 250 غرام، بروتين ديال 50 غرام. نعطيكم مقارنه اخرى بالنسبه كما غتشوف معايا هنا في الطابلو ديال سوبر ماس كاينه 337 غرام، يلاه فيها 50 غرام بروتين، وهذا 50 غرام بروتين غير في 250 غرام. واللي بوان فور كيربح هذا المكمل سوبر ماس جينر في هذه النقطه. ونجيو من بعد ندوزو الفيتامين، الفيتامينات ومعادن الاخوان. كما كنقول لكم هذا البرودكت الاخوان اللي بغى يزيد معاه شي حاجه من الاحسن يزيد معاه فيتامينات ومعادن او المكمل ديال الملتي فيتامين باش يعاونوا في الامتصاص والهضم ديال الماء. بزاف ديال الناس كيمشي كيتلاح شي برودويات داخلين للمارشي جداد وما كيكونش عارف البرودكسيون ديالهم. الوغ الاخوان بالنسبه لشي منتوجات كيكونوا ماشي حلال وفيهم بعض غالبا كيكون فيهم واحد الانزيمات ديال الهضم اللي فريمون ماشي حلال الاخوان. بالنسبه لهذا المنتوج هني راسك راه حلال وفيه سيرتيفيكاسيون ديال الحاله ديالو الاخوان، يمكن لك تاخذوا بلا مشاكل. سمحوا لي الاخوان البرودويات كانوا كيشوفوا له ما عرفتكم السميه ديال البرودوي. البرودوي الاخوان هو ماس فيزيون الاخوان بالنسخه ديال 5 كيلو 400. غادي ننصحكم الاخوان بالنسخه ديال 5 كيلو 400 حيت يلا غادي دوز لك واحد التريتمون ديال الشهيه ديال 2 كيلو الاخوان ما غنجيبهاش. علاش؟ حيت ما غادي تضرب لك والو. البرودوي يلا غادي تدخلو 2 كيلو للكور ديالك غدوز واحد 7 ايام 6 ايام 7 ايام غادي يسالي لك، خصك تاخذ واحد اخر. وفكرت لكم بما انني ان بون جيستيونير الاخوان كنعرف نجيري المسائل والمصاريف، فراه ديال 2 كيلو غتاخذو ب 500 درهم، غادوز شويه 7 ايام اخرى غتاخذ واحد اخر ب 700 ب 500 درهم، طوطال 1000 درهم ويلا عندك 4 كيلو وتكون ضيعتي فلوسك فهمتيني. من الاحسن تاخذ ديال 5 كيلو 400 وفيه برومو زوينه الاخوان اللي غادي نخليها لكم في الاخر ديال لا فيديو. وبالنسبه للبرودوي راه هو هذا كما كتشوفوا في الساشي كيجي على هذا الشكل نيوترابوليك. هنا كيكون
واحد لو كود ديال الفيريفيكاسيون باش تفيريفي ان البروداكت ديالك مزيان وسيكوريزي. المهم بالنسبه لهاد القضيه الاخوان راه ما كتعنيش انا برودوي مزيان شديتي سكانيتي كود عرفتي بلي برودوي مزيان، حيت كيكون واحد المشكل ديال ان منتوج قريب يسالي في لا دات كيتبدلوا ليه لي دات، كاينين شي ولاد الحرام يا ربي تسمح ليهم كيديروا هاد القضيه والله يهديهم. هادشي اللي غنقدر نقول كيكونوا باغيين غير يبيعوا، فهمتيني، هم واحد ديالو غير يبيع. خويا كنوجه لك هاد الميساج، انت اللي كدير هاد القضيه راك ما كتعرفش تبيع. اول حاجه راك مكلف، راه كيقول لك قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. انت كتشري برودوي كتضرب ليه لاضات العيبات كتجي كتبيعو كتبقى لك فيه واحد لامارج كبيره 400 ولا ما عرفت شحال كتبقى لك فيه. نفضل انا اللي نربح غير 50 درهم في البرودوي ويمشي واحد ياخذو ويعاود يجي عندي وتبان ليه نتيجه مزيانه ويمشي ناشط ويجيب لي صحابو. هكا كيفاش كنخدم انا الاخوان، وما كنديرش ديك القضيه ديال لي بوبليكاسيون لي زاد سيت. كنبدا نشوف اي برودوي كيبان لك بوبليكاسيون هذه ثمن خيالي، هذه حاول تبعدهم داكشي الاخوان، حيت راه ما كيكونش ثقه 100% وما كتكونش نتيجه نهائيه، وكيكون داكشي غير البيع والشراء والزربه. الاخوان الزربه ما خداماش في هذا الدومين ديال لي كومبليمون اليمونتير. خاصك تاخذ مكمل اللي فريمون مع عند شخص معقول واللي فاهم شويه في التغذيه وقديم في لونطرينمون. الاخوان كما ما نشكرش لكم راسي الاخوان، تجيو تشوفوا معايا هنايا اخر كومبيتيسيون كنت لعبت في 2016 الاخوان. يعني كاين الدماغ طانطو عامر شويه الاخوان بدون تفاخر بدون حتى شي حاجه، وبشهاده كاع الزبناء اللي تقداو عندي. انا اصلا ما كنحسبهمش الزبناء حيت اي واحد كندوي معاه كنحاول نمشي عنده الجانب النفسي ديالو ونخدم ليه معاه. علاش الاخوان كنقول لكم الجانب النفسي كيلعب دور كبير؟ الا ما كانش الانسان بريباري نفسيا فهمتيني فراه هذا الشيء كيحفز ليه ستريس التوتر كيحفز واحد الهرمون سميتو الكورتيزول، والكورتيزول كيديتاشي لي زاسيد اميني كيفكك الخلايا البروتينيه بالعضله وكيحولهم للطاقه. هذا الشيء علاش ما كتزادش في الوزن؟ حيت عندك ستريس. داكشي علاش خاص تكونتاكتيني وتدوي معايا بالنسبه لهاد القضيه ونحاولوا نلقاو لك الحلول، حيت كنحيدوا واحد الحوايج اللي بساط وانت كيبانوا لك عاديين فهمتيني. هذوك الحوايج اللي بساط لعبوا دور كبير باش انهم تبدل في العقليه ديالك وسيرتو في لونطريمون في شحال من حاجه في الحياه اليوميه ديالك. نعطيك مثال، ما كتنعش بكري فهمتيني، كتبقى شاد التليفون بالليل بحال هكا ديك الضوء الاخوان الاشعه راه كتفريع الجهاز العصبي ديالك كتفرع الدماغ، سيرتو الناس اللي كيشدوا التليفون في الظلام وما كينعسوش بكري. كتمشي كتنعس مع الطال، انت كتنعس ليا حتى لوحده الجوج وكتجي الصباح باغي ناكل باغي ندير هادي وهادي، ولا غد لي ما عارفوش انت كيفاش غادي يدوز عندك. كتنعس مصمك وكتفاق الغد لي عاوتاني مصمك، كتبقى حياتك كامله مصمك وما كدير حتى شي حاجه. النصيحه اللي غنصحك انك كتبروغرامي راسك بالليل، تريح مع راسك ولقاو السيلو ها شنو خاصني ندير غدا، لي بلانينغ مع اش غادي نمشي لاصال. خاصك تكون عارف شنو كدير، ماشي تكون مضيق الوقت وصافي. المهم هادشي كامل راه كنخدم به مع الناس اللي كيدويو معايا فهمتيني. هاد النصائح راه كنبوبلي ديما هادشي في انستغرام في لي ستوري فهمتيني. بنادم راه كيستافد فهمتيني، اللي ربح في شي حاجه راه ربحها فهمتيني، اللي زرب راه. المهم قلت لكم هاد النصائح الاخوان باش تحاولوا تبدلوا الحياه ديالكم وتبدلوا لو كور ديالكم وما تبقاوش فهمتيني، ما تبقاش غادي مستوه وصافي. حاول خاصك تبدل راسك وتبدل العقليه ديالك باش كومسا تعرف تجيري الحياه ديالك وتبدل الافضل فهمتيني، ما تبقاش ديما اللور. بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا يتاكدوا بغاو مقارنه دقيقه بين الماس فيزيون والسوبر ماس جينر، فراه غادي يلقاو ليا في لا ديسكريبسيون لتحت ريل لايح في انستغرام على قبل هاد المقارنه ديطايي باش تفهم وتاكد مليار في المية باللي انا داك البرودوي راه خدام لك 100% باللي ان الماس فيزيون احسن من سوبر ماس جينر. الابطال بالنسبه لطريقه استعمال ديال الماس فيزيون كما كنقول لكم الاخوان، الماس كيتكون من جميع المكونات اللي كيخصوك في النهار، يعني كربوهيدرات بروتينات وكيكونوا فيه بعض المرات حتى فيتامينات. كما قلت لكم هذا المكمل خاصك ضروري تزيد معاه الملتي فيتامين، ومن الافضل تزيد مع اهم مكمل غذائي اللي هو الكرياتين. وخليوا لي مساجات لتحت واش بغيتو ندير لكم فيديو على الكرياتين اللي كتعتبر من اقوى وارخص المكملات الغذائيه واهمهم اللي خاصكم تدخلوهم سيرتو لا كنتي كتريني. المهم بالنسبه لطريقه استعمال ديال الماس فيزيون فراه تقدر تعوض به وجبه. بحالاش نعطيك مثال، من الاحسن تفيق الصباح ما تدخلش الماس، تدخل ماكله طبيعيه للجسم ديالك
او لا ما كانش عندك الوقت، تقدر دير الخيار الثاني ديال انك دير واحد العصير، يعني كاس ديال الميكسور، دير فيه سكوب ديال الماس فيزيون اللي فيها كربوهيدرات وبروتينات، ودير فيه شي بنانه وشي 3 تميرات اللي هو مصدر ديال الكربوهيدرات سريعه الامتصاص، ودير فيه مصادر ديال الدهون الصحيه، اولا تقدر تعطلهم واحد الساعه من بعد، تقدر دير فيه شويه اللوز اولا زبده الكاوكاو ولا افوكا، وتقصي معاهم شي تفاحه بالنسبه للالياف والفيتامينات. ولا كان عندك حتى ملتي فيتامين غادي تشربوا معاهم في الصباح باش تكون وجبه كامله متكامله وتعطي الجسم ديالك داكشي اللي كيحتاج. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال الماس خويا، خذ سكوبا قبل لونطريمون، سكوبا مور لونطريمون، سكوبا بالليل. هذيك طريقه غلطه الاخوان، عمرها غتوصلك لوبجيكتيف ديالك. علاش؟ حيت ما كاينش واحد الرقم محدود ديال السكوبات في النهار، فهمتيني اش بغيت نوصل لك. يعني تقدر انت نهار اللي غادي تاكل فيه 4 الوجبات، ونهار غادي تكون ما مساليش فيه غتاكل غير 2 وجبات ولا 3. داك الشيء علاش كيبقى لو نومبر ديال لي سكوب اللي غتشرب في النهار كيبقى فاريابل، فهمتيني، ما كيتبدل. يعني تقدر النهار انت غتاكل 3 الوجبات ودير 4 لي سكوب من الماس. وكما قلت لكم ديك السكوبه ديال الماس من الافضل ما تشربهاش غير مع الماء بوحدها، غتشربها غير مع الماء بوحدها من تسالي لونطرينمون بواحد 20 دقيقه مع شي بنانه ولا 3 تمرات. ديك الساعه عندك الحق باش انك اوغمونتي الانسولين وتحفز الانسولين. علاش؟ حيت الجي اش هرمون النمو ملي كتسالي لونطرينمون كيفوت 20 دقيقه 25 ساعه كيبدا في لا ديسون ديالو، وانت ديك الساعه غادا تحفز الانسولين غير باش تستافد من داك البناء ديال الخلايا العضليه الجداد اللي كيتزاد في الكور ديالك، اللي راجع من افراز هرمون النمو اللي هو جي اش. احسن طريقه الاخوان هو الماس كيتخاد ديال كولاسيون، يعني تقدر تفطر الفطور ديالك عادي، من الافضل دير البيض والشوفان، فهمتيني، ودير مع زبده الكاوكاو ولا شي حاجه باش دوزو، وشي عصير ديال الليمون اللي كتعتبر فيتامينات، كما قلت لكم حبه الملتي فيتامين، ودوز واحد الساعتين بحال فطرتي مع 8 وغتغدا مع 12، دير كولاسيون مع 10. يعني الجسم ديالك خاصك كل ساعتين ونص او ساعتين تاكل باش كومسا لو كور ديالك يتشارجا وما يبقاش يحرق من الجسم ديالو، حيت ما كتبقى مده طويله بالجوع بلا ماكله، هكا الجسم ديالك فاش كيبدا ياخذ الجليكوجين من الذات ديالك، الطاقه باش انت كتحرك وباش كتنفس وباش كتهضر وباش انت حي، فهمتيني، كتكونسومي طاقه. يعني انت باش غتستافد من هذا الماس غديروا كولاسيون، تفطر مع 8 دير كولاسيون مع 10 ونص بحال هكاك، تغدى مع ديك 12 ونص الوحده، عاوتاني هكذا غادي دير عاوتاني كولاسيون اخرى بالشوفان عاوتاني كما قلت لك والماس المسائل، فعود ما غادي تشرب سكوبه وحده وغادي تعطيك تقريبا واحد 300 كالوري مع الماء ولا مع الحليب. فغادي تقدر تزيد مصادر ديال الدهون الصحيه وتركز على الدهون الصحيه في الماكله ديالك، حيت غرام ديال الدهون الصحيه فيه 9 كالوري، وغرام ديال الكربوهيدرات فيه 4 كالوري، وغرام ديال البروتين فيه 4 كالوري. يعني الكالوري كنستنتجوا انهم كاينين في مصادر الدهون الصحيه، يعني خاصك تبازا على الدهون الصحيه في البروغرام اليمونتير ديالك باش تكون تدخل سعرات حراريه اكثر من داكشي اللي كيحتاج الجسم ديالك، ويكون عندك تخزين في لو كور ديالك. وهكا كيفاش غادي تزاد في البوا وغتزاد في الميزان، صور لهم الميزان. المهم الاخوان هذا الميزان بالنسبه للناس اللي كيجيو راه كيتعبروا هنايا، وكنحط لهم الماكله ديالهم شحال يخصهم في النهار والمسائل، وكنفهمهم هاد الاستراتيجي، وكيبقاو عندك دي زوديو واتساب. داكشي علاش الا ما فهمتي شي حاجه كتعاود تسولني وكنجاوبك عليها باش تكون استفاده 100%، ما يكونش تخربيق، ما يكونش ديك الزربه وهذيك خذ سكوب. انا ما كتبانش لي نتيجه مع الكليان، ما عنديش الربح، خاص كليان تبان ليه نتيجه باش يزيد يتحفز ويعاود يجي عندي مره اخرى، ولا من تبان ليه النتيجه يصيفط لي صحابو ويقول لهم راه كاين واحد الدري هذا هكا. كيفاش كنخدم مع الاخوان، والنصيحه اللي كنركز عليها اساسيه، بعدوا من لي برومو وبعدوا من خدمه الزربه، حيت راه عمرها غادي توصلك لشي اوبجيكتيف، ماشي غير لو كور ديالك غيكبر، وبما ان ما حتى الحياه اليوميه ديالك والمورال ديالك دماغك غيتبدل. علاش؟ حيت كنعطيك النظام الاساسي. وصلنا الاخوان لاباغ ديال الناس اللي ما غيقدروش يشريو هذا المكمل الغذائي وغيجيو بالثمن غالي ديال 800 درهم. فراه نصيحه الاخوان اللي نقدر ننصحكم بها هما انكم تركزوا على الوجبات ديالكم، راه حيت فورما ماشي ضروري بروتين باش نطلع. كما قلت لكم الاخوان شحال هذه في 2014 15 16 راه كنت كنتريني وغتلقاو هاد التصويره اللي طلعت في هذا النيفو، وما كنت كناكل فريمون والو، ولكن علاش كنت مركز كانت جات بحال هكاك الاخوان. كما كتعرفوا في الصغر ما كيكونوش ضغوطات نفسيه، ما كيكونوش مشاكل، كتكون عادي، فهمتيني، ما ضارب الدنيا بركله كما كنقولوا بهذا
المصطلح هذا. فراه كانت الراحه اهم حاجه الاخوان، هي انك خصك ترتاح وما تتعلقش بالدنيا بزاف. لا خاصني هادي، لا ما خديتش بروتين ما غنطلعش، هذاك الشيء كامل الاخوان كيبقى غير كذوب وغميق. فراك انت قادر تطلع فورمه بلا بروتين وغير بوجبات عاديين. مهم بالنسبه للناس اللي غادي ننصحكم هما انكم تحاولوا ترتاحوا بسيشيكمون باش ما يبقاش عندكم كما قلت لكم ستريس في لابارتي الاولى، الكورتيزول، حيت هو اللي غادي يفكك لكم خلايا بروتينيه والعضله، وديك قوه التفكير هي اللي كتحرق لكم الاخوان من لا ماس ميسكولير ديالكم، هي اللي كتخليكم ديما في لا ديسونط وديما هابطين. ديما الاخوان الدنيا ما تتعلقش بها بزاف وحاول ترتاح ومولاها ربي ورخيها، راه غادي تطلع لك فورمه فهمتيني. باش ما كان نهار كل نهار ورزقو، كل نهار كليتي وجبه هذه، دبرتي في شي مصاريف بيدجا ديال 250 درهم تاخذ به ملتي فيتامين اللي غادي يعاونك باش تاسيميلي الماكله ويحيد عليك حتى الستريس ونقص عليك هذا المشكل كما قلت لكم اللي قوه التفكير، وباش ما يخليكش تحرق فهمتيني بهذه الطريقه هذه. وتقدر تزيد الزنك 69 درهم اللي هي 70 درهم فيه 30 حبه، غادي يضرب لك الشهيه، غادي يعاونك بزاف في تحفيز هرمون التستوستيرون وتجديد ديال الانسجه ديال الخلايا العضليه. الوغ حتى باش غتريني وغتنعس بالليل غادي تريكوبيري مزيان. وغادي نزيد بغيتو عاوتاني ندير لكم فيديو، خليو لي في لي كومونتير باش نزيد ندخل لكم في لي ديتاي ديال هذا المعدن اللي كتعتبر من اهم المعادن اللي كيحتاج لاعب كمال الاجسام في هذا الرياضه الاخوان. اللي كان عندنا الاخوان في هذا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وما تنساوش تتبعوني في لاباج انستغرام، حيت يوتيوب كما كتشوفوا راه 3 شهور 4 شهور ما كنلوحش فيديو. كما غتلاحظوا في هذا الفيديو راه صورت لكم النص الاول والنص الثاني، خرجوا لي بلانات كما قلت لكم. كنظم وقتي، التنظيم هو اللي غادي يوصلك لشي نيفو مزيان. كنظم وقتي، وصلت الوقيته اللي خاصني نمشي ندير فيها لي كوتشينغ بيرسونيل في لاصال. اللي انتريسي بالكوتشينغ بيرسونيل في الولفه يخلي لي ميساج في الانستغرام لتحت، واللي انتريسي اوسي بالكوتشينغ اون لين راه كندير دي بري الاخوان مزيانين ما كيديرهم حتى واحد. ولكن المشكل اللي كيكون الاخوان هو انني في الكوتشينغ اون لين كنشد غير 5 ديال الناس، ما كنعمرش عليا بزاف ديال الكليان، كنبقى ندير كوبي كولي ونصيفط ندير تصويرات اللور ونكتب لك وجبات هذه نقول لك عطيني 200 درهم ونصيفط لك بروغرام، وكنصيفط لك شي 4 مخدومين كندير كوبي كولي. داكشي ديال كوبي كولي كيدار الاخوان بار بليزير كنديرو. اي واحد فهمتيني بغا جاس ولا شي حاجه داكشي كيتعطى في سبيل الله، اللهم يكون رحمه ويكون او ميم طون حسنات، احسن ما يتسمى نصب واحتيال. هذيك الطريقه الاخوان كنعتبرها نصب واحتيال. وردوا البال بزاف بالنسبه لي كوتشينغ اونلاين، حيت كاين اللي كيدير الاخوان كوبي كولي كيجي كيصيفط لك، حيت اصلا باش تحتاج باش تحسب التوتال كالوري وتتبع وتدخل كل حاجه معاش وتحسب طول الوزن وتهضر مع الكليان وتشوفوا شنو خصو وتشوفوا هذه كتشد وقت كبير فهمتيني. يعني 5 ديال الناس الله يجعل البركه. دابا راه كاينين بلايص خاويين الاخوان بالنسبه للناس اللي بغاو يتقيدوا، يصيفطوا لي ميساج في انستغرام ونقضي معاهم الغرض. وهذا الشيء اللي كان عندنا في الفيديو ديال اليوم، ومرحبا بكم في تماركر.